من اول ما صباعك تحط على الباور اون في الجهاز بتاعك، يعني بيهيئوا الجهاز. ايرور. المشكله بتبدا من انستول ويندوز. لما بتيجي تعمل انستول للويندوز وانت مش عارف الفرق بين MBR والجي بي تي، اليوفي والبايس، ومش عارف تشغلهم ازاي، او مش عارف تختار اني كفاءته اعلى، ومش عارف لو انت كمان بتختار بارتيشن غلط. كل ده يحطك على حافة مشكلة كبيرة ممكن تواجهك قدام، وعشان نتفاداها الفيديو ده معمول عشانك. ودلوقتي هنخش في المحتوى التكنيكال، المحتوى النظري والمحتوى العملي اللي هيأهلك يبقى عندك كمبيوتر سكيلز مناسبة جدا لسوق العمل. وانا مين؟ انا احمد هاني، متخصص امن معلومات وشبكات سايبر سيكيورتي، وحضراتكم هنا على نتوركيت عشان نعرف كل حاجة تخص الام سي اس اي وكمان بعض هنتات السيكيورتي، وقدام شوية في مرحلة ادفانسد كورس السيكيورتي. دلوقتي هنبدأ ونتوكل على الله. يلا بينا نعرف كل حاجة عن المحتوى التكنيكال الأكاديمي. يلا بينا. عايز بس ناخد الهنت بتاع كل مرة كده عن المحتوى النظري. بصوا يا شباب، انا عارف الموضوع ممكن تملوا منه، بس الموضوع هنا مش موضوع ملل. انا مش بقولك تعالى نتعلم لغة فلانية او لا 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 خالص. ده علم انت بتنزل بتقدم بيه على شغل، فلازم يبقى خلقك طويل شوية. الفكرة فين؟ الفكرة ان انا اللي هقوله لك ده دلوقتي ده كلام انترفيو، ده اللي بيتسأل فيه في الانترفيو، فركز معايا يا باشمهندس عشان هو ده اللي فيه الفايدة. دلوقتي بقى what the difference between يوفي and بايس؟ يعني ايه الكلام ده؟ ايه بقى هما اليوفي والبايس وايه الفرق ما بينهم؟ ركز بقى يا باشمهندس. اليوفي والبايس يا باشمهندس هما فريم وير، نوع من انواع البرامج الثابتة الموجودة على المذر بورد. فهمنا الفكرة؟ يعني ايه يوفي وبايس؟ هما برامج ثابتة ضمن فريم وير موجودة على المذر بورد دوت اللي هو الشريحة الفيزيكال بتاعتي اللي موجودة في كل جهاز، كمبيوتر، لابتوب، حتى سيرفر. يعني حتى على مستوى السيرفر بتعمل ايه بقى الشريحة دي؟ الشريحة دي بتولد زي نقول كده موجات كهربائية، او بتولد كهرباء اول ما انا بدوس على الباور اون. الكهرباء دي بتروح توصل الكهرباء دي او الطاقة دي باور سبلاي لكل القطع اللي في المذر بورد. موضوع متشعب شويه وفي مسارات كده والكهرباء ماشيه، مش علينا الكورس دوت ومش هندرسه لانه مور ادفانسد قوي، وانا مش عايزك ان انت تتوه مني، بس انا بحاول اقرب لك الفكره عشان تفهم البايس واليوفي. بعد ما بيتم عمليه توصيل الكهرباء بتيجي بقى الخطوه الثالثه. ايه بقى هي الخطوه الثالثه؟ فريم وير بايس يوفي. يعني ايه بقى الفريم وير بقى هنا؟ المذر بورد بيشغل البرامج الثابته دي عشان تهيئ لي الجهاز بتاعي، الاوبريتنج سيستم بتاعي اثناء عمليه التشغيل. يبقى هي دي وظيفه اليوفي والبايس، تهيئه الجهاز بتاعي اثناء عمليه التشغيل. تهيئته ازاي يعني؟ بيشتغلوا ازاي بقى؟ فهمني كده. نقدر نقول كده ان هم مسؤولين عن فحص الكومبوننتس الاساسيه للجهاز. يعني ايه؟ يعني بيهيئوا الجهاز، بعد كده يحملوا نظام التشغيل، الاوبريتنج سيستم اللي هيقوم بيه الجهاز بتاعنا او الماشين. عمليه الفحص دي بقى يا باشمهندس اسمها ايه؟ باور اون سيلف تيست، اختصارا لبوتس. ايه الفكره بقى؟ بيعمل ايه البوتس او عمليه الفحص باور اون سيلف تيست؟ بيقوم بفحص ايه؟ السي بي يو، المعالج، الرام، الذاكره، الجي بي يو، وحدات التخزين، وكل الاجهزه المتصله. فهمت الفكره؟ طيب دلوقتي يا باشمهندس بقى رتبهم لي كده عشان انا بدات اتوه منك. بص بقى يا باشمهندس، ببساطه لك خالص بكل بساطه، من اول ما صباعك اتحط على الباور اون في الجهاز بتاعك والجهاز بتاعك بدا يفتح، ايه اللي حصل؟ حصلت حاجه اسمها باور سبلاي سيركت. يعني ايه الكلام ده؟ امتداد كهربي جوه المذر بورد عندك، ده اللي بيحصل ما خلف الكواليس. تمام؟ بعد كده بكل بساطه بتيجي عمليه تشغيل الفريم وير. بيتم تشغيل فريم وير بايس ويوفي. بكل بساطه الدنيا سهله اهي، بايس ويوفي يبداوا يشتغلوا عشان يعملوا ايه؟ يعملوا اللي احنا لسه قايلين عليه، فحص الكومبوننتس الاساسيه، السي بي يو، الرام، الجي بي يو وغيرهم. تمام كده؟ لحد هنا الدنيا بسيطه. الكلام ده بيتم بقى من خلال عمليه اسمها بوست، اختصارا ل باور اون سيلف تيست. باور اون سيلف تيست ده العمليه الفحص اللي بتتم، باور اون سيلف تيست. بعد كده تهيئة الجهاز بتاعك عشان يتم ضبط الاعدادات، عشان يتم تنظيم وقت تشغيل الاوبريتنج سيستم بتاعك.
ويجهزوا الكومبوننتس بتاعتك عشان تتظبط مع بعض وتشتغل مع بعض بشكل منظم والماشين بتاعتك تقوم. هما ايه في الاخر؟ هما فريم وير، برامج ثابته موجوده على المذر بورد عندك، يعني موجوده في الشريحه عندك بتاعه المذر بورد بس كده، لكن بشكل مش فيزيكال، ما بيتمسكوش خالص، ده سوفت وير. دي الدنيا بكل بساطه، برامج ثابته تمام كده، بتعمل فحص وبتحاول ان هي تقوم لك الاوبريتنج سيستم بتاعك عشان الجهاز بتاعك يفتح زي ما انت بتشوفه كده في الاخر. بعد كده يا باشمهندس بتبدا عمليه اسمها بوت بروسيس. يعني ايه بوت بروسيس؟ بوت بروسيس يعني عمليه الاقلاع. خلاص هم عملوا تشيك، كله تمام. لو مش كله تمام بالمناسبه مش هتلاقي الكمبيوتر بتاعك بيقوم. فلو هم عملوا تشيك وكله تمام بتبدا بقى عمليه الاقلاع. ايه بقى عمليه الاقلاع؟ دي طريقة الخطوات اللي بيتبعها بقى الكمبيوتر بعد ما انت ضغطت وبعد ما كل العمليات دي تمت على زرار الباور لحد ما يشتغل بقى النظام، لحد ما هو تشيك وعمل التشيك بتاعه ويبدأ بقى يقوم بقى الاوبريتنج سيستم بتاعك ويبدأ يشتغل النظام. بيبدأ بقى بعد ما بيشتغل وطبعا بيجهز بقى الكومبوننتس وتشيك عليهم زي ما احنا لسه قايلين، البايس واليوفي. كومبوننتس زي اللي احنا لسه قايلينها، سي بي يو، الرام والجي بي يو، الحاجات الاساسيه. يعني بعد ما بيتاكد خلاص بيبحث بقى على نظام التشغيل. خلاص لقى نظام التشغيل، بعد كده تبدا عمليه الاقلاع. بقى يتنقل التحكم لنظام التشغيل على طول. يبدأ التحكم في نظام التشغيل، تبدأ الشاشة عندك تنور، تلاقي ان انت خلاص الكمبيوتر بتاعك بيشتغل. طب ايه بقى الفرق بين اليوفي والبايس في طريقة الاقلاع؟ زي ما احنا لسه فاهمين، بايس بيستخدم حاجة اسمها MBR. الMBR ده عدد بارتيشنز مش كبير مقارنة بحاجة تانية اسمها الGBT. دلوقتي هنعرف ايه هي الGBT، بس الفكرة اللي انا عايزك تعرفها ان الMBR اللي البايس بيستخدمه قديم شوية، زي البايس قديم برضك وكفاءته قديمة. اما اليوفي بيستخدم حاجة اسمها الجي بي تي، ودي بتدعم بارتيشنز اكتر بكتير على الهارد بتاعي، وبتعمل تقسيمات للبارتيشنز دي بشكل اوسع. دلوقتي هنعرف كل الكلام ده. نقدر كمان نقول ان الانترفيس بتاعه البايس انترفيس نصيه، يعني كتابه بس، او انت شايف كتابه بس. اما اليوفي فهي رسومات وسهله جدا في الاستخدام، زي الشاشه اللي انت بتشوفها دلوقتي وانت بتتفرج عليا. طيب دلوقتي بقى وكمان دعم الاجهزه. البايس بيدعم اجهزه محدوده لان هو بيستخدم برضك الام بي ار، والام بي ار بيدعم بارتيشنز محدوده، وده هنعرفه دلوقتي برضه. واليوفي بيدعم بارتيشنز اكتر، وبيدعم بالتالي اجهزه اكتر واجهزه حديثه اكتر. سوري، مش اجهزه حديثه اكتر، بيدعم افضل، بيكون داعم افضل للاجهزه الحديثه والتقنيات الجديده. كل التقنيات الجديده اللي طالعه بتبقى بتدعم يوفي او يوفي بيدعمها. الفرق ما بينهم بشكل متسع شويه، فهنقول ان البايس بيدعم حاجه اسمها ماستر بوت ريكورد، الام بي ار. ودلوقتي هنتعرف عليه ما هو الام بي ار. يعني طريقه قديمه شويه عشان يبدا تشغيل الجهاز وتقسيم الهارد، بياخد شويه وقت، محدود في التعامل مع الهاردات الكبيره. اما اليوفي بيستخدم في اكتر مستخدم اكتر، يعني متطور اكتر، وبيدعم الجي بي تي، وده بيسمح له بمرونة اكتر، وبيسمح له ان هو يقدر يتعامل مع هاردات اكتر، ويقدر يقسم بارتيشنز اكتر، وكمان بيقسم اكبر عدد من البارتيشنز على الهارد اللي هو عليه. دلوقتي بقى يلا بينا نعرف ما هو الام بي ار وما هو الجي بي تي تفصيليا. تعالوا نعرف الكلام بقى الاكاديمي، الكلام التفصيلي. زي ما عرفنا دلوقتي الفرق بين البايس واليوفي وهم البايس واليوفي. يلا بينا بقى نعرف الام بي ار والجي بي تي. طيب يا شباب، دلوقتي بقى عايزين نعرف ايه الفرق بين الام بي ار والجي بي تي. طيب تعالوا بنقرا بس كده النص دوت. difference between MBR and GBT. ده MBR اختصارا، يعني ال MBR في بتاعه اختصارا ل Master Boot Record. اما ال GBT GUID Partition Table. GUID Partition Table. طيب يا باشمهندس، ممكن تبسط الموضوع عليا وبدون مصطلحات انجليزي كتير ونفهم كده ايه الموضوع، الخلاصه يعني؟ بص يا باشمهندس، بكل بساطه الموضوع ابسط مما تتخيل. ال MBR وال GBT هما جداول تقسيم مكتوبه على الهارد ديسك نفسه. يعني ايه الكلام ده؟ انا مش قطعه فيزيكال، لا مش قطعه فيزيكال، مش قطعه ملموسه، يعني مش قطعه فيزيائيه بمسكها بايدي، لا 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 خالص. طب مش برامج؟ لا مش برامج، هي بيانات مكتوبه على اجزاء محدده من الهارد ديسك.
تمام كده. ايه اللي بيتحكم فيها في البيانات دي؟ بيتحكم فيها نظام التشغيل. على سبيل المثال الماستر بوت ريكورد ده اللي هو الام بي ار ده مكتوب فين؟ مكتوب على اول 512. ركز في المعلومات دي يا باشمهندس، المعلومات دي قيمة جدا، ممكن ما تلاقيهاش بشكل كبير جدا على يوتيوب، فركز فيها جدا. يعني مثلا الام بي ار مكتوب على اول 512 بايت من الهارد ديسك. لك ان تتخيل ان اول 512 بايت من الهارد ديسك دول بيتم عليهم ساعات عملية اختراق، مش ساعات، ده في اغلب الوقت. بس الكلام ده كان زمان، لان هو دلوقتي بقى قديم وما بيدعمش يوفي، واللي بيدعم يوفي هو الجي بي تي يا باشمهندس. طيب احنا كده فهمنا هما ايه هما الام بي ار وايه هما الجي بي تي. جداول تقسيم على الهارد ديسك، تمام، بيقسموا لي بارتيشنز يعني. طيب ايه هو اغلب وجه الاختلاف ما بينهم؟ يعني ايه هما الاختلافات ما بينهم او المقارنه ما بينهم؟ وليه يا باشمهندس في الوقت الحالي بطلنا نستخدم الام بي ار؟ انا لسه قايل لك حاجه لو تاخد بالك منها، في اول 512 في الهارد ديسك الام بي ار ممكن يتم عمليه اختراقه. هقول لك دلوقتي ازاي بيتم عمليه اختراقه، بس تعال نشوف ليه الجي بي تي متفوق عنه. ليه نشوف دلوقتي المقارنه، ليه نشوف ما بقاش موجود في الاجهزه الحديثه او ما بقاش يتم استعماله في الاجهزه الحديثه، وليه استعملنا بداله الجي بي تي. خد بقى عندك وجه المقارنه ده وانت احكم هتستخدم ايه. عندنا في الام بي ار احنا الاول اتفقنا ان هم بيعملوا ايه. هم بيعملوا تقسيم للهارد ديسك كبارتيشنز، وبينظموا اداره البارتيشن دي على الهارد ذات نفسه. طيب تعالى بقى نشوف الام بي ار مقدرته يعني بيروح لحد فين. بيدعم لحد 2 تيرا بايت، ما يقدرش يتعامل مع بارتيشنز اكبر من كده. سعته 2 تيرا بايت ده الماكسيمم بتاعه، يعني انت مش هتزود مثلا، مش هتقول له 4 لا خالص، ده الماكسيمم بتاعه، ما يقدرش يتعامل مع بارتيشنز اكتر من كده. على عكس بقى الجي بي تي بيدعم معاك لحد 9.2 زيتا بايت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عدد بارتيشنز ضخم جدا يا باشمهندس، يقعد يدعم معاك براحتك بقى خالص، يدعم معاك اي بارتيشنز في المساحه دي. طبعا 9.4 زيتا بايت، طبعا ده رقم مهول، رقم ضخم جدا. الام بي ار كمان بيعتمد على نظام تشغيل محدد للوصول للبارتيشنز والمعلومات. طيب يعني ايه نظام تشغيل محدد للوصول للبارتيشن والمعلومات؟ يعني لو نظام التشغيل ده حصل فيه خلل، احنا كده كل سنه وانت طيب، وانت طيب يا باشمهندس. طبعا الموضوع زي ما انت شايف كده، فعشان كده بنستبدله بالجي بي تي. اللي الجي بي تي اصلا جي بي تي بيحتوي على باك اب، بيحتوي على نسخه احتياطيه من البيانات على اكتر من مكان على الهارد. ده بيضمن لي ايه بقى يا هندسه؟ ده بيضمن لي استقلاليه عن نظام التشغيل. فشفت الفكره، شفت الفرق ما بينهم في الحته دي. واحد بيعتمد على نظام تشغيل محدد للوصول للبيانات ومفيش باك اب، اما التاني ففي باك اب، وبيضمن لي كمان استقلال النظام عن التشغيل. استقلال نظامه هو، استقلال نظام ادارته هو للبارتيشنز، خلافا خالص او عكس خالص نظام التشغيل. يبقى واحد مربوط بنظام التشغيل والتاني في باك اب ومش مربوط بنظام التشغيل. طيب يا هندسه نستشف بقى من كده ايه؟ ركز بقى في الحته دي. نستشف من كده ان الام بي ار اقل استقرارا اصلا، يعني الام بي ار اصلا مش مستقر واقل مرونه. في حاله تلف وفشل الام بي ار، الموضوع ده ممكن يؤدي الى ايه؟ بياناتك كلها راحت يا باشمهندس، او عجز النظام اصلا ان هو يعمل بوت او اقلاع. انت فاهم الحته دي؟ الحته دي مهمه ان انت تفهمها. النظام اصلا بيعجز، لما بيعجز عن استرجاع البيانات مفيش باك اب. فاهم الحته دي؟ الحته دي مهمه بقى ان انت تركز فيها. اما الباك اب فين والنسخه فين؟ موجوده في الجي بي تي. ده بقى كده يفهمنا ايه كده في الملخص؟ يفهمنا ان في حال حدث اي مشكله، حصل لي اي مشكله، الاسترجاع والمرونه والاسهل بتجه لمين؟ للجي بي تي. فانا بالتالي هفضل استخدام ايه؟ هفضل استخدام الجي بي تي على الام بي ار. الجي بي تي مساحه احلى، مساحه اكبر، بيدعم استقراريه اكتر، وفي باك اب. التاني مفهوش باك اب، ودوت يميزه عن الام بي ار. طيب نتكلم بقى في حاجه تانية ونشوف مين يتفوق على مين في المقارنه دي. الام بي ار بيسبورت عندي لحد كام بارتيشن؟ ما احنا لما نيجي بقى نقول الام بي ار نقول بيسبورت لحد كام بارتيشن، يدعم قد ايه كام بارتيشن؟ بيدعم من 3 الى 4 بارتيشن بالكتير. اما في حال بقى الجي بي تي ممكن يدعم لك 128 بارتيشن.
ممكن يسبورت على 128 بارتيشن. لك ان تتخيل الفارق العددي ده، وممكن تتخيل قد ايه ممكن توصل معاك اعداد البارتيشن اللي انت عايز تعملها او اللي انت عايز تقسمها. طيب تعالى بقى نعرف اخر حاجه في المقارنه دي، الاستراكشر. الايه الاستراكشر؟ الهيكل بتاع كل واحد فيهم. استراكشر الام بي ار بنتكلم في 512 في بدايه الام بي ار. 512 ايه؟ 512 بايت. قابلين لايه؟ قابلين للاختراق. حالا هقول لك ازاي قابلين للاختراق، لكن تعال نشوف هيكل او الاستراكشر بتاع الجي بي تي. بنتكلم بقى في الجي بي تي عن استراكشر اكبر، 64 بايت ده في بدايته. تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ جدول بارتيشنات اكبر، كمان داعم لليوفي. يعني بنتكلم في استراكشر اكتر تقدما من الام بي ار، وبيدعم كمان extensible firmware interface. يعني ايه الكلام ده؟ واجهة برمجية اكثر تقدما. لا طب استنى بقى، لا سؤال انت كده هتتوهني. يعني ازاي في الام بي ار 500 بيدعم لحد 512 بايت، 512 بايت، وبتقول لي في الجي بي تي بيدعم لحد 64 بايت وبتقول لي اكبر؟ في معلومة مغلوطة هنا؟ لا يا باشمهندس، مش مغلوطة ولا حاجة. تعال افهمك الموضوع كده ببساطة. في ام بي ار فعليا 512 بايت موجوده، بس فين؟ في اول الهارد. الام بي ار في اول الهارد، ودولت ال 512 اللي قلنا ان هم قابلين للاختراق. جاي لك، بس اتقل بس عليا اقول لك ازاي. فيهم ايه؟ فيها البارتيشن تيبل وفيها البوت ليدر القديم. ايه هم دول؟ ده هيكل ثابت كده وصغير فقابل للاختراق. الجي بي تي بقى عندنا يا باشمهندس الجي بي تي هيدر. صحيح هو اللي في بداية الهارد هو 64 بايت، يعني اللي في الجزء الرئيسي من الهارد. بس اقول لك بقى على حاجة، هو مجرد عنوان في معلومات عن البارتيشن وعن الهارد، معلومات اساسية عن البارتيشن وعن الهارد. بعد الهيدر بقى يا باشمهندس ركز بقى، في حاجة اسمها بارتيشن انتري اري. خدت بالك من المصطلح ده؟ تالت بارتيشن انتري اري ده بعد ال 64 على طول. الحجم هنا اكبر من الام بي ار لان هو بيدعم كام يا باشمهندس؟ 128 بارتيشن. بعد كده بقى اخر الهارد في الباك اب الجي بي تي باك اب، نسخه احتياطيه للهيدر والبارتيشن تيبل. كده انت تكون فهمت ازاي الجي بي تي اكبر من الام بي ار، ومن غير ما تسال اهو انا جاوبت على السؤال اللي في دماغك. طيب ممكن بقى ملخص سريع كده عشان ما توش منك وابقى برضك زي اليوفي والبايس كده عندي ملخص سريع ارجع له. تمام يا باشمهندس، ركز معايا كده. ماستر بوت ريكورد موجود في اول 512 بايت من الهارد، دوت الجزء الخاص اللي ممكن يتم اختراقه، هو الجزء الاضعف. بيدعم لحد 4 بارتيشن اساسي. الحد الاقصى للبارتيشن 2 تيرا بايت. 2 تيرا بايت 2 تيرا بايت ايه از ماكسيمم النهائي. بيعتمد في نظامه على بايس، واحنا عرفنا من شويه الفرق بين بايس ويوفي. في نظام ايه؟ في نظام البوت. يعني ايه؟ يعني نظام الاقلاع وهو طالع كده. اقل امان وتلفه ممكن يمنع البوت بشكل كامل. كثير الاستخدام في الأنظمة القديمة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه كثير الاستخدام في الأنظمة القديمة؟ يعني هو مش هتلاقيه في أجهزة كتير قوي دلوقتي، أو ممكن ما تلاقوش أصلا. يعني يستخدم في الأجهزة الحديثة زي اللابتوب الحديث. ممكن بقى تلاقيه في اللابتوب القديم والموديلات القديمة والسيرفرات القديمة بيبقى موجود. ليه؟ لأن هو دلوقتي تم استبداله بالجي بي تي بشكل كبير جدا. نيجي بقى سريعا للجويد بارتيشن تيبل. الجي بي تي نظام تقسيم للبارتيشن حديث كده ومتطور جميل جدا. بيحتوي على هيدر، تمام كده، وجدول بارتيشن، وعنده باك اب، ودي ميزته. يدعم لحد 128 بارتيشن. يدعم هاردات ضخمة. احنا بنتكلم في مساحة هاردات لحد 9.4 زيتا بايت. بيستخدم اليوف. طبعا اليوفي حديث جدا في حتة البوت الإقلاع مثلا على سبيل المثال. أكتر أمان واستقرار. دوت يرجع لإيه بقى؟ لأكتر أمان واستقرار لأن هو عنده باك اب زي ما احنا لسه قايلين. تمام كده. مستقل عن نظام التشغيل، ودي برضك ميزة. التاني مربوط بنظام التشغيل.
طيب يا باشمهندس، اخر بقى هنت معانا وركز فيه، هو ده هنت السكيورتي اللي انا بقول لك عليه. مش هنشرحه بمرحله ادفانسد شويه، لان هنا ام سي اس اي مش سكيورتي، الموضوع متشعب شويه وعميق. بس انا هقول لك الموضوع يعني نظره عامه كده. هل ممكن اختراق اول 512 بايت من الام بي ار؟ الموضوع ده حصل فعلا وحصل زمان. بس عايز اقول لك على حاجه، بيتم اختراق الموضوع دوت من خلال حاجه اسمها البرمجيات الخبيثه، الروت جايد. ركز بقى، لان اول 512 بايت من الهارد الام بي ار مثلا فيهم البوت ليدر وفيهم البارتيشن تيبل. لو تم تدخل هنا البوت كايت ده او البوت كات دخل البرمجيه الخبيثه دي، ايه اللي ممكن يحصل؟ البوت كايت ده بيخلي فيه عمليه رفض للبوت الاساسي. يعني عملية الإقلاع اللي الجهاز هيقوم بيها، أو بقى الماشين بتتجهز من جوه، ده اللي احنا لسه شارحينه، عشان يلا بقى هنقوم يلا هنشتغل وبنجمع بعضينا واليوفي كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده. بمجرد تدخل برمجية خبيثة زي دي بتوقف العملية بشكل كامل. أو لو هتقوم على كود خبيث دوت، ممكن يعمل ايه؟ عيش بقى انت مع نفسك. ممكن بقى يعمل لك اضرار، يعني حاجه يعني ممكن بقى نقعد نعد فيها لحد بكره. فاحنا هنشرح الموضوع ده تفصيليا في الكورسات الجايه بعد ما نخلص الام سي اس اي. فاحنا دلوقتي في الام سي اس اي، بس انا حبيت اديك هنت كده على الموضوع شيق جدا، وهنشرحه يعني في السي اتش ان شاء الله. وفي الريد هات لما بقى نخش في مرحله ادفانسد شويه هنبقى نشرح الموضوع ده باذن الله. طيب يا شباب، عشان بس نخلص وانا يكون ضميري مرتاح، تعالوا بس ناخد اخر حاجه كده، الساس والسكازي والان في ام. what the difference between them؟ هما بقى ايه دول اصلا؟ يعني ايه هما اصلا دول؟ بص يا باشمهندس، دي واجهات انترفيس، يعني انترفيسز لاجهزه التخزين. يعني ايه الكلام ده برضك؟ انا مش فاهم يعني ايه واجهات لاجهزه التخزين. دول بيستخدموا لتوصيل اجهزه التخزين بالكمبيوتر. فهمنا الفكرة؟ مع اختلاف كل واحد فيهم، يعني اختلاف تقنية كل واحد فيهم. لا انا برضك لسه مش فاهم الموضوع. هبسط لك الموضوع خالص. لما نقول اجهزة التخزين، يعني احنا بنتكلم عن ايه؟ عن storage interfaces. يعني بنتكلم على الطريقة اللي بيتم بيها توصيل جهاز التخزين بالكمبيوتر ونقل البيانات. ليه يا باشمهندس؟ هما مش الاتنين واحد؟ يعني مش الكمبيوتر هو جهاز التخزين؟ لا، جهاز التخزين دوت زي الهارد ديسك كده، زي الاس اس دي، عنده بيانات. انت فاهم الحتة دي؟ هي دي الفكرة. الواجهة هي الوسيلة او البروتوكول اللي بيخلي الكمبيوتر يتكلم مع جهاز التخزين، اللي هو احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه بقى؟ عن واجهة جهاز التخزين. اظن كده الموضوع سهل. فلما نقول جهاز التخزين ما نقصدش بيه الكمبيوتر ككل. تمام كده؟ فهمت الحتة دي؟ ما نقصدش بيه الكمبيوتر ككل، نقصد بيه مثلا جهاز التخزين دوت نفسه، يعني زي كده الهارد ديسك، الاس اس دي، السي دي اند دي في دي اللي احنا كنا بنحط فيه الايزو المرة اللي فاتت. يعني حاجة كده شبهه، هو ده. يعني بالبلدي كده عندنا جهازين بيحتاجوا يتواصلوا، عايزين لغة ما بينهم. ايه هما الجهازين اللي هما بيحتاجوا يتواصلوا دول؟ المعالج اللي هو فين؟ اللي هو في الكمبيوتر. المذر بورد اللي هو فين؟ اللي هو في الكمبيوتر. الذاكرة اللي هي في الكمبيوتر. جهاز التخزين الهارد، الاس دي، الاس اس دي. كده اظن ان انت فهمت الموضوع بشكل ابسط شوية. الانترفيسز دي بقى هي اللي بتسمح يكون في لغة. يعني ايه لغة؟ يعني يكون في لغة بقى بين الكمبيوتر. انت كده فرقت بين الكمبيوتر وبين بيانات على جهاز التخزين. هي دي بقى اللغة اللي بتخلي، اللغة الوسيطة اللي بتخلي الكمبيوتر يقرأ ويكتب بيانات على جهاز التخزين. ده الموضوع بكل بساطة. طب قول لي كده بقى، هل هم سوفت وير بس؟ لا. بص بقى، كل الواجهات اللي اتكلمنا عليها ليها جانب فيزيكال، جانب فيزيائي شوية. يعني شكل كده فعلي للوصول للوصلات والكابلات او الفتحات على الماذر بورد ذات نفسه، مش مجرد بروتوكول سوفت وير بس. فهمت الحتة دي؟ فهم ليهم جانب برضه، جانب فيزيكال. طيب يلا بقى فرق لي ما بينهم وقول لي مقارنة كده سريعة. طيب اول حاجة بقى دلوقتي معانا في المقارنة وهي الساتا. الساتا هي انترفيس استخدمناها
في توصيل الهارد ديسك بالاتش دي دي، وكمان الاس اس دي بالكمبيوتر. من مواصفات الساتا برضك ان هو سريع ومستخدم في اغلب اجهزه الكمبيوتر الحديثه. لو بقى نتكلم على مستوى مؤسسي شويه او مستوى مؤسسه، فاحنا هنروح هنا لحته ايه؟ السكازي. هنروح لحته السكازي، سمول كمبيوتر سيستم انترفيس. سكازي، السكازي بنستخدمه زي ما قلت لك كده في بيئات سيرفرات مؤسسات. بنتوسع بيه بقى، بنتوسع بالسكازي في الهارد ديسك، بنتوسع في السكازي كمان، وكمان الباك اب، الدرايفز، السي دي روم، كل دوت بنتوسع بيه لما بنروح لحته السمول كمبيوتر سيستم انترفيس. السكازي بيسبورت او بيدعم على ديفايسز كتير جدا في سلسله مترابطه، سلسله مترابطه حسب اعداد المستخدم لسرعه واجهات الانترفيس دي. يعني بالراحه كده سرعات نقل البيانات بتبقى من خلال اعداد النسخه اصلا حسب النسخه والاعدادات المستخدمه في الانترفيسز دي. اما بقى اكتر حاجه قديمه جدا وكانت مشهوره صراحه فهي الاي دي اي. الاي دي اي كمان ممكن نستخدمه في ربط جهازين مع بعض من خلال كابل كده، الكابل بتاعه عريض شويه، بس عايز اقول لك ان هو سرعه نقل البيانات من خلاله يعني الموضوع بعيد جدا، صعب جدا، بطيء قوي 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 عن الساتا، فطبعا بقى قديم جدا وتقريبا ما بقاش حد يستخدمه خالص. نيجي بقى لحبيب الديفلوبر وحبيب الجيمنج، الناس اللي بتلعب جيمنج طبعا الناس بتحبه جدا، اللي فاهمين فيه ال NVMe. ال NVMe بقى سريع جدا، سريع جدا، بروتوكول حديث، بروتوكول حديث جدا للهارد ديسك، من نوع SSD، سرعته عالية، الفتحات بتاعته عالية، M.2. الناس اللي بتلعب جيمنج هي اللي هتفهم الموضوع دوت كويس. على المذر بورد على طول ممكن بقى توصله ويديك سرعة عالية جدا جدا جدا، مقارنة بأي حاجة، يعني مقارنة مثلا بال HDD أو ال SSD. بنظام الساتا في فتح طبعا البرامج والألعاب أسرع بشكل كبير، أسرع بشكل كبير، فطبعا هو حبيب الناس الجيمنج والناس اللي بتلعب جيمنج عارفينه وبيحبوا جدا ال NVMe، وهو أحسنهم دلوقتي والأكثر شيوعا في الاستخدام. طيب اخر حاجه بقى رتبهم لي يلا زي الترتيب بتاعنا. طيب هنيجي لل NVMe الافضل على الاطلاق صراحه، جامد جدا، السرعه والاداء عاليه قوي، يعني حاجه ما شاء الله، خصوصا لل SSD للالعاب والبرامج التقيله. عايز اقول لك ان هو يعني حاجه جامده جدا يعني جدا، سرعه القراءه والكتابه خارقه يعني عليه لا جامد، يعني جامد جدا في الالعاب والبرامج. الساتا كويس جدا برضو للاجهزه الحديثه، ارخص بقى نيجي في حته بقى ايه البادجت او الميزانيه، ارخص من ال NVMe، مناسب بقى لمعظم الاستخدامات اليوميه، لكنه ابطا من ال NVMe، كل حاجه قدامها حاجه. ال NVMe اغلى شويه، الساتا ارخص، بس التاني بيديك كفاءه اعلى، فلوجيك يعني. الساس بقى سوري السكازي ممتاز للسيرفرات، يعني ممتاز بقى لحته السيرفرات زي ما اتكلمنا كده والامور المؤسسيه، وبيحتاج ان احنا نوصل اجهزه متنوعه، يعني مش اجهزه متنوعه، بيحتاج ان احنا نوصل العديد من الاجهزه يعني، وبيدينا صراحه يعني متانه واستقراريه عاليه، بس هو اقل انتشار في مثلا اللابتوب الكمبيوتر العادي، فتلاقيه دايما رايح ناحيه ايه، ناحيه السيرفر. الاي دي اي طبعا قديم جدا، بطيء جدا، يعني ما انصحكش ان النهارده يعني، وهو اصلا كده كده محدش بيستخدمه يعني، لا ينصح به صراحه يعني، الا الاجهزه بقى القديمه، لو انت بقى معاك جهاز قديم وخلاص فهو الاجهزه القديمه بس كده. هو دي الفكره بتاعت الانترفيسز اللي احنا لسه متكلمين عليها دلوقتي بقى، لان انت مليت وطبعا عايز تخش في الجزء العملي. لو انت كملت لحد هنا فانت من اجدع الناس، يلا بينا بقى نخش على الجزء العملي، توكلنا على الله. طيب يا شباب، قبل ما نبدا بس كده في سؤال جالنا في الفيديو اللي فات، الباشمهندسه بتسال بتقول طلع معاها ايرور في الخطوه بتاعت ان هي بتسحب الايزو تحطها في السي دي اند دي في دي. احنا قلنا لها ممكن توضيح، انت حاطه حاجه تانية مع الايزو،
يعني حاطه صوره، حاطه ملف، قالت لنا حاطه ملف PDF. طيب الفكره فين يا شباب؟ الفكره مش في الصوره كصوره او في الPDF، الفكره انه بيحصل عمليه كريبشن. كريبشن يعني ايه؟ كريبشن يعني فساد او تشوه. لما بنيجي نسحب الايزوهايه للسي دي اند DVD، هي دلوقتي حاطه الملف بتاع الPDF مع نفس الايزو، علاوه عن الايزو كبير وان الايزو مهم وان ما ينفعش ملف مهم زي ده بالحجم ده احط معاه حاجه تانية ولازم يبقى فولدر لوحده. لكن دلوقتي برنامج الVMware وهو بيسحب او احنا بنسحب، هو بيشوف الموضوع ازاي؟ بيشوف ان الPDF والايزو ملف واحد او الاتنين ايزو، الاتنين واحد، فيجي يسحبهم هما الاتنين. ده اللي بيحصل في الباك جراوند. فلما بيحصل الموضوع دوت، اللي بيحصل ايرور طبيعي، بيطلع ايرور. ليه؟ هو شايف الاتنين ايزو، انت فاهم الفكره؟ هما الاتنين بيتحركوا مع بعض في عمليه السحب، فبيحصل ايه؟ بيحصل كوربشن يعني فساد للملف بالكامل. فبالتالي هو بيعرفش يسحب، ولو هيسحب فهيجي يسحب ازاي الايزو؟ يسحب مع الPDF، هو الاتنين شايفهم ايزو، انت فاهم الفكره دي؟ فهنا بيحصل ايرور في الباك جراوند ما خلف الكواليس، وده اللي انت مش شايفه، فيقعد يطلع معاك ايرور وانت مش عارف انا بيطلع معايا ايرور ليه. فاحنا قلنا للباشمهندسه خلي الPDF في ملف لوحده او مع اي حاجه تانية، والايزو لازم على اي حال يفضل لوحده. ملف مهم، ملف كبير، لازم يفضل لوحده وعشان ما يحصلش اي مشاكل. هي عملت كده وخلت الايزو في فولدر لوحده، ولما سحبت تاني الايرور كانت حل زي ما هي كاتبه كده في الكومنت. طيب سؤال تاني واخير من الباشمهندس بيقول لنا انت في الفيديو اللي فات قلت لنا اختارها ديسكتوب اكسبيرينس مش ستاندر، لان الستاندر بيطلعها لنا CLI وانا عايزها GUI. تمام يا باشمهندس. هو بيسالنا بيقول لنا بقى ايه الفرق بين CLI والGUI؟ بص بقى بكل بساطه، CLI ده لو اخترته مش هتقدر تشوف اللي انت بتشوفه لما بتفتح جهاز الكمبيوتر بتاعك. يعني ايه؟ يعني مش هتقدر تشوف الماوس، مش هتقدر تشوف البرامج، مش هتقدر تشوف الخلفيه. لما تخش مش هتقدر تخش تشوف موقع زي جوجل كروم مثلا او تفتح يوتيوب، مش هيظهر لك الرسومات اللي انت بتشوفها دي. ده الانترفيس بتاع الانترفيس كده بتاع CLI. فاهم الفكره؟ اما GUI بقى العكس. يعني CLI لو هنختصره هنقول ان هو شاشه سودا كده بتطلع لك، وكل اللي انت تقدر تعمله فيها ان انت تكتب سطر اوامر على سبيل المثال. اما GUI فهي الشاشه اللي انت لما بتفتح شاشه الكمبيوتر بتاعتك او بتفتح السيرفر ويندوز سيرفر مثلا زي ما عملنا المره اللي فاتت، بتشوف قدامك رسوم، تقدر تتحرك بالماوس، تقدر تروح، تقدر تيجي، تقدر تعمل شات داون، تقدر تعمل كل حاجه في الجهاز بتاعك وانت شايفها بعينك. اما CLI شاشه سوداء تقدر تكتب فيها سطر اوامر بس. وانا عارف ان المصطلحات انجليزي، وفي بدايتك في المجال الموضوع ممكن انت تلاقي ممكن ان انت تلاقيه صعب شويه، بس صدقني الموضوع مش هينفع نعربه لان ما فيهوش ترجمه قوي. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك ترجم لي كلمه الهارد ديسك، هتلاقي القرص الصلب في المعجم. يعني فتخيل احنا في نص المحاضره وبكلمك واقول لك مثلا مره واحده القرص الصلب، انت شت داون، انت فصلت مني خالص. فخليك معانا ستيب باي ستيب، وصدقني المصطلحات الانجليزي هتلاقيها سهلت قوي بعد كده، بقت سهله اكتر، وهتلاقي الموضوع بسيط ان شاء الله. طيب يا شباب دلوقتي بقى يلا نعمل شغلنا بتاع النهارده. انستول ويندوز 10. هندوس على ايه؟ create a new virtual machine. create a new virtual machine. بعد كده هندوس على custom next. وبعد كده workstation 17. ليه؟ المره اللي فاتت اخترنا workstation 16، المره دي ليه بنختار 17؟ 17 احسن شويه في الاداء في فتح الVMware، فهندوس next. بعد كده I will install operating system later. اوكي next. قلنا ليه مش هنحط الايزو دلوقتي عشان ما نقابلش اي مشاكل. وبعد كده هنخليه ويندوز 10 مايكروسوفت زي ما احنا next. وبعد كده سميها لي نيم، انا هسميها زي ما انا عايز، هسميها وين 10. طيب انا دلوقتي ما حطيتهاش في مكان، تعالوا نحطها في اللوكيشن، تعالوا نحطها في مكان، وما عملتلهاش فولدر، تعالوا نعملها مع بعض. الموضوع مش صعب خالص. هندوس على ديس بي سي، هندوس على بارتيشن الدبليو اللي عملناه في الفيديو اللي قبل اللي فات، كليك يمين، وبعد كده هندوس على نيو، وبعد كده فولدر، وبعد كده هنسميه ايه؟ هنسميه بنفس اسم الفيرشوال الجديد بتاعتنا وين 10. ندوس اوكي.
قال لي انت عندك واحدة قبل كده اسمها وين 10، مش مشكلة في نفس البارتيشن، وين 10 2. اوكي وين 10 2 حطها هنا يلا. بعد كده نيكست. بعد كده بايس ولا يوفي، شرحنا الفرق بين بايس ويوفي، فهندوس ايه؟ هندوس يوفي. بعد كده الكور هيبقى البروسيسور هيبقى 2 و1، انا هسيبه زي ما هو. بعد كده 2. بعد كده نات نيكست. بعد كده ساس. بعد كده NVMe وشرحنا الفرق ما بينهم نيكست. وبعد كده هندوس على create virtual hard disk او create virtual disk. ليه؟ عشان معيش physical hard disk في ايدي نيكست. وبعد كده single file نيكست. وبعد كده وين 10 عادي نيكست. وبعد كده هيطلع لي summarize كده say summary على كل اللي انا عملته، ممكن اراجعه او ممكن لا وبس وبراحتي. وبعد كده ادوس finish. وبعد كده يا هندسة هنخش نعمل عليها edit، نحط الايزو بتاعتنا عشان الماشين بتاعتنا تقوم اب. طيب يا باشمهندس دلوقتي هندوس على network adapter. بعد كده هندوس custom. بعد كده VM net 8. ليه 8 مش 7؟ لان احنا على 17 برو، قلت لك 7 دي على 16 برو النسخة دي. بعد كده هنسحب بقى الايزوهية بتاعتنا. ركز يا باشمهندس زي ما قلت لك الفولدر يكون بس فيه الايزو بس. هنسحب الايزوهايه الايزو بس، لا في معاها فولدر، لا في معاها PDF، لا في معاها صوره، ما فيهاش معاها اي حاجه، الفولدر بس هو الايزوهايه. بعد كده باور اون ونسيب الماشين بتاعتنا تقوم، نديها وقتها. بس ندوس كليك كده بالماوس جوه. ليه بنسحب الماوس من بره من بره من الجهاز بتاعنا الفيزيكال الاوبريتنج سيستم الفيزيكال لجوه، فعشان الماوس بس يظهر معاك. ده انستريشن بتاع اي ويندوز كلاينت عادي، اقول له اوكي. طيب انا هنا اختار ايه؟ اختار education. ليه الاديوكيشن اعلى من البرو؟ طب فرضا اخترتها هوم، ويندوز 10 هوم. هنا بقى المشكله مش هيجوين دومين، واحنا هنحتاج قدام شويه نعرف يعني ايه بيجوين دومين. ما تستعجلش، قدام شويه ان شاء الله هنشرحها مع بعضينا يعني ايه join domain. هنا accept اللايسنس. اوكي انا accept. هنا custom yes، يعني customize، وهسيبه يعمل install طبيعي جدا، ياخد بقى وقته ويعيش مع نفسه. سيبه براحته خالص، هيعلمك الصبر اكتر من الصيد يعني، عيش معاه. بكل بساطة هيعمل calculation للinformation، سيبه خالص. وبعد كده هيعمل restoring للويندوز وسيبه، هيخلص ان شاء الله بسرعة. بعد كده هيكون خلص restoration، وبعد كده هيبقى عايز يرستارت من 1 ل 10 بسرعة جدا هيعملها، مش هياخد وقت يعني، سيبه يرستارت براحته. زي ما ظاهر كده get ready device، يعني هيكمل 100% بتاعته، هيكملها بسرعة ان شاء الله. هنا بيقول لي اختار let's start United States على طول. right keyboard language United States بردك US. هقول له هنا escape. انا لسه ما عنديش انترنت ومش هوصل انترنت دلوقتي. هنشتغل هنا، نشتغل لوكال في الشركة اللي احنا شغالين على اساسها دلوقتي في الكيس دي. I don't have internet. continue with limited setup عادي خالص. هنا بيقول لي account، عايزين نعمل account مثلا باسم مين؟ هنسمي باسم القناة نتوركيت. انت ممكن تسمي بقى whatever بقى، يعني انت وخيالك، احمد، محمد، علي، سارة، ابراهيم، اي حاجة براحتك خالص. هنا يقول لي حط لي الباسورد بتاع نتوركيت. هنا هنحط الباسورد زي ما احنا عارفينه، اسد من 1 إلى 9 $. الباسورد بتاعنا. confirm your password، هيعيد الباسورد. حاضر. هنا بيقول لك اختار 3 types عشان لو نسيت الباسورد، اي حاجه بقى، النيك نيم بتاعك، اسم ابن عمك، لقبك، شهرتك، اسم العيله، يعني حاجات كده انت اختار براحتك بقى، حط الاسماء اللي انت عايزها. 3 اسئله هم لو محتاج تدخل سريع ونسيت الباسورد. اعملهم اي حاجه. نيكست، مره تاني، مره تالت، وخلاص كده. خلاص عملنا كرييشن للاكونت، هنقول له اكسبت كده، احنا تمام. بعد كده اقول له يس، وبعد كده يقول لي هاي، وهيبدا يشغل الاوبريتنج سيستم الجديد ويندوز كلاينت ويندوز 10. بعد كده فينيش انستولينج، وهيبدا يفتح معانا زي ما حضراتكم كده شايفين. طيب فينيشنج انستولينج فتح معانا الحمد لله. اول حاجه بنعملها يا باشمهندس
اول حاجه اول ستيب معانا ايه هي؟ الستيب 1. ستيب 1 معانا بننزل تولز الفي ام وير عشان الشكل ده زي ما قلنا في الفيديو اللي فات مش شكل شغل. يلا بينا من هنا من في ام وير ننزل التولز بتاعت في ام وير تولز بتدينا سبيس اكتر. يلا بينا نعمل كده. هندوس على نيكست، اوكي، نيكست كاستم، وبعد كده انستول. هنسيبه يعمل انستول براحته، وبعد كده يطلب مننا يراستر الماشين، هنسيبه يراستر الماشين، وبعد كده هيفتح معانا بالسبيس الجديد. بعد كده هيطلب مننا الباسورد بتاعنا اللي احنا لسه عاملينه، هندخله ASD من 1 إلى 9 دولار ساين، وبعد كده ندوس اوكي. هيقول لنا ويلكم، اتفضل. هنخش. بعد ما ندخل يا باشمهندس هنعمل الثلاث حاجات اللي احنا بنعملهم على طول اول ما بنفتح الماشين الجديده. date with time، say IP address، و computer name. نفتح الكنترول بانل، date and time، ونظبط الساعه بتاعتنا. الساعه دلوقتي عندنا 1:55 دقيقه تقريبا. وبعد كده هو برضك مصمم كندا زي الفيديو اللي فات، فهنخليها كايرو. بعد كده هننزل تحت هندوس على نتورك سيتنج، وبعد كده هنخش. بعد كده ايثرنت، وبعد كده تشينج ادابتر اوبشنز، ايثرنت 0، بعد كده بروبرتس، بعد كده اي بي فيرجن 4، وبعد كده هندي الاي بي بتاعنا هيبقى 192.168.1.2 عشان يبقى تاني جهاز معانا في الشبكة اللوكال بتاعتنا. اي بي ويندوز سيرفر كان 1.1، ده هيبقى 1.2. بعد كده اوكي، بعد كده كلوز. بعد كده هنروح على ديس بي سي، هندوس على بروبرتس، هندوس على تشينج سيتنج، وبعد كده تشينج. بعد كده الكمبيوتر بتاعنا هيبقى اسمه نتوركيت. انت ممكن تسميه اي حاجه براحتك بقى خالص، ده الكمبيوتر نيم بتاعك انت. بعد كده يطلب ريستارت الماشين، وبعد الكمبيوتر ما بنديله النيم بيرستارت عادي الماشين بتاعته. هنخليه ريستارت الماشين، وبعد كده هنفتح الماشين بتاعتنا تاني. خلاص الماشين فتحت. تعال نتأكد من الاسم. بالمناسبة انا دخلت عدلت الاسم بعد كده وخليته نتورك اب. الكمبيوتر نيم بتاعي يعني خليته اسمه نتورك اب. وبس كده. دي شوية دي ديتيلز كده عن كل اللي احنا عملناه. الاي بي فعلا اتعدل وكل حاجة اتعدلت. اوكي كده احنا تمام. كده الفيديو يكون خلص. كل اللي وصلوا لحد هنا انتوا اجدع ناس. شكرا جدا لحسن المتابعه. قبل ما تخرج لا تنسى ذكر الله، الصلاه على النبي، ولا تنسى ان تدعمنا بكومنت. ولو عايز تسال اي حاجه اتس اوكي، اسال وان شاء الله نجاوبك في الفيديو الجاي. واخر حاجه اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.